امر اللاعبين مالك ومصطفى كاماتشو. بالمناسبه يا جماعه كاماتشو لعيب قديم ما شاء الله في بتروجيت وحرس الحدود وكمان الترسانه، فهو بالنسبه لنا هو احسن واحد يقدر يقول لنا رايه في اليوم النهارده عامل ازاي. فالنهارده هو معانا كابتن كاماتشو. اهلا وسهلا بيك، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. النهارده كنا عايزين نسال حضرتك عن ايه رايك في اليوم ما بين الماتش ما بين اكاديميه النادي الاهلي وسباير سبورتنج. والله انا يعني بص، انا الاول بشكركم ان انتوا جيتوا، انتوا فعلا بتضيفوا للنادي الاهلي حاجات كتير. الاكاديميه ما شاء الله عليها عندهم مواهب كويسه، اضافه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اضافه ليكم باذن الله، ودايما بالتوفيق والتقدم باذن الله في الاكاديميه ما شاء الله، يعني حاجه جميله كده. حضرتك شايف حاجه في التنظيم او شايف حاجه في اللعيبه او عندك اي تعليق حضرتك ممكن تقوله لنا بما ان حضرتك لعيب قدير؟ انا شايف ان سلوكيات الطفل في البدايات هي اهم حاجه في كره القدم، يعني ان احنا بنربي الولد كويس على الاخلاق والاحترام والمبادئ، فطبعا بيطلع لعيب كوره كويس مع الاهتمام بالتدريبات، مع اهتمام بالنظام الغذائي. فاحنا كده بنبني بنيه تحتيه كويسه للطفل. فما شاء الله لما بيكون عندكم السياسه زي اكاديميه سباير هنا ومع اكاديميه النادي الاهلي، فما شاء الله بتعملوا اضافه كويسه جدا للاولاد. واحسن حاجه النهارده ان انت تستثمر في طفلك في الاكاديميات هي الرياضه دي، بتبعده عن حاجات كتير وبتفيده دايما في كل حاجه، سواء في صحته او في تعليمه او في ذكائه او في النمو الجسدي بتاعه. بس فانتوا عندكم هنا ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. انا شفت النهارده حاجات كويسه جدا في اكاديميه سباير، فعلا عملتوا اضافه النهارده لليوم المهرجان الرياضي الجميل دوت، وان شاء الله احنا كمان نكون اضافه ليكم ويبقى في تعاون يعني بين اكاديميه الاهلي واكاديميه سباير. شكرا لحضرتك جدا كابتن كاماتشو، شرف لينا حضرتك تواجدك معانا وشرف لينا وجودك معانا. انا اللي اتشرفت بيكم وشكرا جدا. شكرا لحضرتك.